السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ عساكم بخير ان شاء الله. اليوم حبيت اسوي لكم اكلة جديدة او بالاحرى تختلف عن الشي اللي دائما انا اسويه اللي هو المشاوي او القوزي مثلا او هاي الشغلات. اليوم راح اسوي لكم الاكلة العراقية المشهورة اللي هي الهبيط، او طبعا هاي بمحافظات، يعني محافظات معدودة اللي تسمى بها الهبيط، او اللي هو التشريب الاصفر، او مثلا نقول المرق الاصفر باللحم. راح اسويها على عصاعيص الهوش العجل. طبعا بالاخص العجل مو البقر، لان يختلف اختلاف كامل اذا كان بقر او عجل. طبعا انا بس راح اشيل الخطوة الاولى اللي هي السلق، لان انا كسلقة اولى ما راح اخليه ويعني مصور، لان انا كملته ان شاء الله السلق الاول، على مود تروح اذا اكو سفارية بيه او اكو يعني مثلا طعم ما طيب او دم او اي شيء من هالقبيل. هذا باول سلقة راح نطش المي مالته ويروح كله، ووراها راح ينحط بجدر الضغط، على شرط انه بجدر الضغط راح اسويه هالمرة. بالنسبة لي أنا أقول إنه عصاعيص الهوش أو عصاعيص العجل أطيب من لحم الغنم. إلا نكهة غريبة، اللحم مايع، يستوي بسرعة، وبالإضافة إلى إنه العظمة مالته تصير صغيرونة واللحم هو يبي، فمن تجي تاكله يعني تصدق وتحس بإنه أنت تاكل صحيح لحم يعني. هسه راح أشوفكم إياه بعد ما إنه هو انسلق، ووراها راح اشوفكم اياها خطوة بخطوة وانا دا اشتغل بجر الضغط. حبايب قلبي شوفوا هذا اللحم هسه، هذا انسلق سلقة اولى او سلقة اولى يعني. هذا راح ينطش المي مالته وراح ينغسل اللحم. هذا مثل ما تشوفون يعني هاي مثلا هاي الشغلات هاي لازم كلها تروح هاي، لان هاي تنطي صفارية للطعم مالت المرق وما يصير يتخلى بيه. طبعا راح اشوفكم شلون حتى التمن راح نسويه. هذا بالغاز خبصنا الصوت مالت الموسيقى مالته عالية اليوم. المهم حتى التمن راح اسويه بطريقة مختلفة. دائما احنا نسوي التمن بالخلطة اللي هي الشعرية ونخلي مثلا بازاليا او جزر او نخلي بوتيتو وياه. هاي كلها اليوم ماكو. اليوم الخلطة محددة وقليلة جدا، وراح ينضاف هيل للتمن، والتمن راح يتسوى بالزبد. وهسه راح اشوفكم اياها خطوة بخطوة ان شاء الله. شباب هسه راح نغسل اللحم. هاي 4 بصلات هي اللي راح نستخدمها، راح نسويها مكعبات. هسه وصلنا للحم، خليه بجدر نظيف. هذا اللحم طبعا مثل ما قلت لكم هي عصاعيص ووياها عظام. العظام دائما تنطي نكهة كلش طيبة. هسه راح نقطع البصل وراح نحمسه بداخل جدر الضغط. هسه راح نقطع البصل نظفناه. هسه شغلنا النار جوا، راح نحمسه للبصل.
مثل ما تشوفون بلش تسمك عندنا. بلش يصقر عندنا. نريد يصير بصفار. من يصفر شوية البصل راح نضيف عليه اللحم وراح نحمسهم سوية مرة ثانية. هذا بزيت شوية قليل يعني. ضبطت اللحم راح ابلش اقلبه. طبعا ما راح يتقلب بسهولة يعني، ما تقلب بسهولة لان شوية الجدر عندنا مو حيل كبير. حمس شوية اللحم ويا البصل. هذا اهم شي عندنا احنا. راح نضيف البهارات والملح. طبعا الملح حسب الحاجة يعني، اكو ناس عندها ضغط لا تختار الله يشفيها، اكو ناس ما يحبون الملح اصلا، فحسب الناس اللي تريده يعني، قد تريدون تحطون وراح اشوفكم القدر راح نخليه له ما يهمنا. مثل ما تشوفون ضفنا المي، هاي المقدار مالته من راس الجدر الى هنا تقريبا نص. راح اضيف له البهارات هسه. مثل ما تشوفون هذا هاي البهارات: فلفل اسود، فلفل احمر، كاري، العفو كركم، كاري، جوزة الطيب والهيل، بالاضافة انه نخلي لهم ملح حسب الحاجة قلنا. بصندوق الوصف ان شاء الله راح اخلي لكم المقادير ايش قد بالضبط. بسم الله الرحمن الرحيم. راح نضيف عليها هسه ورق الغار. ورق الغار هم نفس الشي مثل ما قلت لكم، شلون الملح حسب الحاجة ايش قد انتم يعجبكم تخلوها خلوها. ورق الغار بيفد ميزة انه شكو شي اسمه سفارية راح تروح من اللحم او من الاكل اللي انتم مسويه، اذا كان دجاج او لحم او اي شي. بعد ما كملنا كل شي راح نضيف الحمص. طبعا الحمص حسب الحاجة وحسب الكمية اللي موجودة عندك ماكو مشكلة، ما دام انت قاعد تشتغل بقدر ضغط غصبا عنه راح يطلع المرق ثخين ونكهته كلش طيبة. هسه راح نقبض الجدر وراح احكي لكم شلون راح نعرف ايش قد الوقت من تقبيرة الجدر او من بداية انه المي اللي بداخل الجدر بلش يفور الى ان يستوي. قبضنا الجدر هسه مثل ما تشوفون، كمل التقبير مالته، ضبيناه ضبة زينة. راح ننتظره من يبلش ينفس عندنا، راح ينفس من هذا المكان، واكو مكان ثاني نفسه بالصفحة الثانية. اول ما يبلش ينفس عندنا نقوم نحسب له الوقت. بلش عندنا يطلع البخار هسه، من يبلش يطلع البخار نحسب له ربع ساعة او ثلث ساعة، بس الافضل ثلث ساعة حتى تتأكد انه فعلا استوى اللحم عندك، فنحسب له ثلث ساعة ان شاء الله من هسه. راح اشوفكم التمن شلون راح نسوي. عندنا التمن هسه هذا موصول ومنقوع بمي. كمية التمن 3 قلاصات ونص. هسه راح نرتب المي مالته ان شاء الله ونضيفه. المي المفروض يكون 4 قلاصات او 4 ونص، يعني احنا راح نطبق التمن تطبيق. هسه خلينا المي، راح نخلي الزبد.
مثل ما شفتوا خلينا الزبد. هسه راح نخلي الهيل حسب الكمية اللي انت تعجبك، قد تريد تخليها خليها. نضيف له الملح. هذا الملح كذا. وننتظره يفور المي مالته. من يفور المي مالته نطش المي مالت السمن المنقوع بيه ونضيف السمن عليه، بس من يبلش يفور ان شاء الله. هسه فار عندنا المي اللي راح نخلي بيه السمن، راح نشخل السمن من المي المنقوع بيه ونضيفه. هسه ضفنا السمن. راح ننتظره الى ان ينزل المي مالته ووراها نخليه على المهداية. هسه السمن تقريبا بلش ينشف وجدر الضغط اخذ حقه، صار ثلث ساعة تقريبا، فراح نطفيه وننتظره الى ان ينزل البخار مالته حتى نقدر نفتحه. ديروا بالكم يعني هاي نصيحة انه تفتحون جدر الضغط وهو بعد بيه بخار او هيك يطلع هذا الصوت مالت البخار، ترى ينفجر بيدكم وتشوفون اللحم اللي بيه او اي شي بيه تلقوه لازق بالسقف. هاي نصيحة. هذا السمن هنخليه على المهداية هسه ان شاء الله. هسه نشف المي عندنا مالت السمن ونصيته. لازم طبعا يعني شوية اللي يلشع على الجدر من جوا. قبة ومثل ما شفتوا هاي المهداية جوا، والعين مالت الطباخ تتنص على آخر شي وينترك إلى أن يستوي. بسم الله الرحمن الرحيم. كمل عندنا هسه الجدر مالت الهبيط، جدر الضغط يعني، بطل ما يطلع من عند البخار. راح نفتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ريحته كلش طيبة. بعد دا يفور هسه راح نفحص اللحم شلون استوى ولا لا. ما شاء الله. طبعا الريحة مو طبيعية، طعم مو طبيعي. عافيات ان شاء الله. راح نشرب الخبز. طبعا هذا الخبز اذا تشوفوه هذا خبز اربيل مثل خبز الرقاق تقريبا او خبز الصاج، بس هذا مال معمل. شوفوا مجرد انه صار عليه المرق ارتخى.
هسه اكتملت عندنا الجفنة والصينية. هذا الجوز ويا الكشمش، وهذا غدانا انا والوالد. عافيات ان شاء الله، وتمنيتكم ويانا تقعدون ويانا على هيك صينية حلوة ومرتبة، وانتظر من عندكم ان شاء الله تردوا لي خبر بانه جربتوها وقلتوا لي طيبة ان شاء الله. انتظروني بفيديو جديد باذن الله. مع السلامة.